دي احلى وارخص عربيه فول في المهندسين، يلا بينا نجرب. واعتقد ناس كتير تعرفها لان هي مشهوره قوي في مصطفى محمود. سندوتش الفول عندهم لسه ب5 جنيه واي حاجه تاني ب6. طبق فول حكايه. لا بجد حكايه وهم جامدين. والبتنجان بقى عندهم في حته تانية خالص لان هم بيعملوا له تتبيله حلوه كده. كمان طبق الطماطم والخيار والبتنجان بدقه البتنجان ده بيبقى جامد جدا. واللي يعرفهم عارف يبقوا زحمه ازاي ايام الشغل في نص الاسبوع. بس بجد العربيه دي حلوه قوي، بقى لي 6 شهور باكل منها. ونخش بقى على السندوتشات، ولازم كل شقه كده تحطي فيها البتنجان. فغرق كده كل شقه بتنجان وديها. وده كان سندوتش طعميه عادي غرقته بتنجان فكان طعمه جامد. وعندهم عيش شامي وبلدي، بس العيش الشامي ده بيفكرني بدهب واسكندريه. اما بالنسبه للاجمد بقى فده كان سندوتش طعميه بابا غنوج. واللي بيحب النوع ده من السندوتش ده هيعجبه قوي. خلاص بقى انت حفظت هناك بنعمل ايه، بنغرقه بتنجان ودقه وبندوس. وبالنسبه لسندوتشات البطاطس هتلاقي عندهم كل الانواع، بس انا اكتر اتنين بيعجبوني البانيه والصوابع. وبالذات بقى السندوتش اللي جاي ده واحد بطاطس صوابع ساده في البيزك منه جامد جدا، عشان بيستخدموا التوابل المشهوره اللي بتحلي البطاطس. ولو عايز تعلي ليفل الجمدان يبقى جرب بطاطس صوابع بالبابا غنوج.